أنا أبحث عن قضية مهمة في المجتمع لكي أتحدث عنه. يا إلهي لم أجد شيئا، لم أجد شيئا. يا إلهي وجدتها، وجدتها. زي ما انتم عارفين يا أخوان الطيبين، ناس المحلية دول كله بعد فترة عندهم حاجة اسمها الحملة أو الكشف. فأنا داير أقول لكم يا أخوان الطيبين، الناس ديل هم في نفسهم كانوا دايرين شنو؟ دايرين حملة ودايرين كشف. الناس ديل بيطلعوا الكشة أو الحملة ديل الغرض منه شنو؟ إنه ينظموا الأسواق. لكن بصراحة يا أهلنا الطيبين، يعني الناس ديل هم في نفسهم ذاتهم ما منظمين وما مرتبين، هم دايرين ترتيب ودايرين شنو؟ دايرين نظام. لأنه بيتعاملوا مع الناس تعامل كده، تعامل غريب جدا جدا، تعامل ما بتاع بني آدمين، تعامل ما بتاع بشرية. تحس يا جماعة إنه يا أخي الناس ديل بيجوا ينزلوا الأسواق كده، ليه الناس دي ما بشر، نازلين طغاة، نازلين شنو؟ طغاة. ليه يا أخواننا الطيبين؟ ليه التعامل بتاع الوحشية اللي انت بتتعاملوا به مع الناس؟ ليه؟ يا أخي انت جاي تنظم، في داعي يا أخي إنه تكسر للناس حياتهم، في داعي يا أخي إنه ترمي للناس حياتهم، كويس؟ في داعي إنه يا أخي تدخل الناس في خسارات، علشان شنو؟ علشان يا أخي تطالع بس حملة ساعة أو ساعتين. حملاتكم دي أصلا ما مستمرة. يوم اللي انتوا بتفلسوا فيه، كويس؟ أو تكون الدولة محتاجة تطلع حاجة اسمها حملات، هي دايرين تخلقوا منها مخالفات وحاجات ومواضيع انتوا تعرفوها، تمام؟ فبصراحة كده أهلنا الطيبين الظلم ده بقى كتير في كل مكان. فيا ريت يا ريت يا ريت يا ريت يا ناس المحلية، لما انتوا تطلعوا حملة أو تطلعوا حاجة اسمها الكشة، يا ريت يكون الحاجة ده بتوجيهات، بأسس وبقوانين، عشان الناس اللي انتوا يا أخي بتطلعوهم الحملات ديل، الناس ديل بيعملوا مخالفات كثيرة جدا جدا وبينتهكوا حقوق الآخرين. بصراحة كده في ناس يا جماعة بيضربوا يا أخي ناس كبار، ناس كبار في السن. ليه؟ لشنو؟ يا أخي أنت طالع أكيد في قانون، صح؟ في حاجة بتحاسب أو في جهة بتحاسب، المفروض يكون بأدب وباحترام. ده ترفع الحاجة، يكون في ناس ماسكين الشخص ده كويس أو أي حاجة وترفع الحاجة أنت دايرة بكل أدب وبكل احترام. والله بصراحة قاعد أقول لكم حاجة برضه، لو أنتوا بتتكلموا بأسلوب وباحترام الناس بتسمع كلامكم. لكن أنتوا يا أخي دايرين تيجي تعملوا مشاكل ودايرين تيجي تخلقوا فوضى، كويس؟ ليه؟ ليه يا جماعة؟ ليه؟ يا جماعة أحسن الناس توعى، أحسن الناس توعى وتفهم وتتعامل مع البشرية بأدب وباحترام. أنت لما تحترم الناس تلقى الناس بيحترموك، تلقى الناس بيحترموك. وتاني حاجة يا أخي أي نظام أنت تتكلم، والله يا جماعة في الأسواق دي بصراحة كده ما في أي نظام، عشوائية كده غريبة جدا جدا، وأي حاجة داخلة في حاجة، تمام؟ تعالوا شوفوا كمان النفايات، في ناس يا جماعة برضه فارشين بالنفايات. فوين هنا النظام؟ وين دور المحلية ذات أصلا؟ وين؟ فيا ريت لو أنتوا دايرين تطلعوا حملات بالفعل تطلعوا حملات مكثفة وحملات على طول يكون في نظام، ما يحكم ليكم تجوا تغربوا للناس وتبوظوا ويومين ثلاثة كده وتهدوا تاني تفلسوا وتيجي تاني تطلعوا للناس. يا ريت يا ريت يا ريت يا ريت يا ناس المحلية يكون عندكم نظام ويكون عندكم احترام للمواطن. وده كان يا جماعة موضوع لكم، ويا ريت يا ريت تكون الرسالة وصلت، وداير الناس بس يعملوا شير ولايك علشان دايرين الرسالة دي تصل للناس المسؤولين الكبار. ودمتم سالمين وفي رعاية الله وحفظه لحد ما ألقاكم في موضوع جديد. ويلا أهلا الطيبين، سلام. سنبل سنابل صوت الحق، اللي بنقدم لكم نصيحة وبكرة بنكتشف لكم حقيقة، وفي المقابل ما عايزين ضريبة، عايزين مجتمعنا يكون معافى من كل عاداتنا الخير حميدة.